بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بهذه الكلمة لجميع التوانسة داخل تونس وخارج تونس، وإن شاء الله مانيش باش نطول. شوفوا يا أهلي وناسي، الأوضاع في بلادنا ممكن تتطور في ثلاثة اتجاهات. ممكن تستمر كما هي الآن في 2017، الاقتصاد من سيء إلى أسوأ، الدولة تضعف أكثر، وتبقى البلاد في حالة فوضى وتدهور مستمر مع بقاء قدر من الحرية والمظاهر الديمقراطية. وممكن احتمال الثاني أنه يرجع النظام القديم بالكامل من خلال حزب نداء تونس أو الأحزاب المنشقة عليه، أو الأحزاب نداء تونس والأحزاب المتحالفة معه في الحكم، أو من خلال ديكتاتور جديد يستغل الظروف الصعيبة اللي يمروا بها توانسة باش يقول أنه ما تنفع في بلادنا كان ديكتاتورية بورقيبة وبن علي. وثم احتمال ثالث، هو أن ثورة 17 ديسمبر، ثورة الحرية والكرامة، تنجح وتعزز المكاسب اللي حققتها في مجال الحريات السياسية بإصلاح حقيقي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. هذا هو الاحتمال اللي أنا نتبناه، وأدعوكم جميعا باش تنحازوا ليه أنتم أيضا وتتبنوه. من حاصلة التعليم اللي تلقيته في تونس وبريطانيا، وخبرتي في قيادة الحركة الطلابية وفي النشاط في الصحافة وفي السياسة من العمر 18 سنة، واضح أمامي تماما ما تحتاجه بلادنا الغالية تونس. بلادنا في حاجة للعدل، إلى حكم القانون، إلى إنهاء نظام الرشوة والأكتاف والفساد. بلادنا في حاجة للعدالة الجبائية والعدالة الاجتماعية. بلادنا في حاجة إلى ضمان المساواة بين التوانسة، باش كل واحد يحس أن عنده سهم في هالبلاد وعنده الفرصة باش يساهم في تطورها وفي تقدمها، وباش يساهم كذلك في أنه يخليها للأجيال اللي باش تجي من بعده، يخليها بلاد حرة عزيزة وكريمة يطيب فيها العيش. أحب نقول لكم بكل صراحة، لو كان جيت نعرف أن اللي تحتاجه تونس باش تتصلح أوضاعها موجود عند حركة النهضة ولا عند حزب نداء تونس ولا عند صافي سعيد ولا عند دكتور قيس سعيد ولا عند الأخت سامية عبو ولا عند محسن مرزوق، بصراحة كنت مشيت معاهم وعملت تحت قيادتهم دون تردد، وكنت دعيتكم أنتم جميعا باش تمشوا معاهم. لكن يا أهلي وناسي في تونس، أنتم جربتوا أحزاب الترويكا، حزب النهضة، حزب المؤتمر، وحزب التكتل. جربتوا سي المهدي جمع رئيس حكومة بصلاحيات كاملة. جربتوا حزب النداء والناس اللي انشقوا عليه، وجربتوا حزب النداء حاكم مع النهضة ومع الأحزاب الأخرى المتحالفة معه، وعرفتوا بالتجربة بالواقع أن هذه الأحزاب لا تملك الحل للأزمة الراهنة القاسية اللي تمر بها بلادنا. تونس محتاجة للعدل، تونس محتاجة للشفافية وحكم القانون، تونس محتاجة أنه كل تونسي يحس أنه عنده فيها فرصة، محتاجة أن العدل هو اللي يكون منهاج الحكم والسياسة والاقتصاد. والمنهج هذا اللي نقترحه عليكم لخدمة تونس مستمد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومستمد أيضا من تجارب الدول الغربية في الحكم، من تجارب الأوروبيين في تنظيم عمل هياكل الدولة وتطوير التعليم والصحة والتنمية والعدالة الاجتماعية. وهذا هو الخيار اللي أنا قررت بإرادتي الحرة وبتوفيق الله عز وجل، قررت أنني نخصص له ما تبقى من عمري. نذرت ما تبقى من عمري لتونس. نحب نخصص ما تبقى من عمري باش نكافح من أجل إنجاح ثورة 17 ديسمبر، من أجل تحقيق العدالة، بناء الدولة العادلة في تونس. سأكافح من أجل هذه الأهداف بكل ما أملك إن شاء الله، ولست نادما إن مت في سبيل هذه الأهداف. هذا خياري. أعلنت في مؤتمر حزب تيار المحبة في
3 مارس 2017. وإذا ما صدقتنيش، وأنا عارف أني عندكم أزمة ثقة كبيرة في السياسيين، وتوا عند في رأيي أكثركم أنه كل سياسي يحب يخدم روحه فقط، ولا حزبه ولا عائلته. أنا مانيش واحد منهم، لكن عارف موقفكم من السياسيين، وعارف قلة ثقتكم فيهم. في كل الأحوال أنتم أحرار في خياركم، لكن إذا لمستم فيه الصدق وشفتوا الكلام اللي نقول لكم عليه هذا معقول وينفع تونس وينفع كل واحد فيكم وينفع أولادكم وأحفادكم، فإنني أدعوكم إلى أن تكافحوا معي من أجل تحقيقه، وإلى أن تضحوا من أجله، وإلى أن تصبروا وتثابروا حتى ننجح ثورة 17 ديسمبر ونكمل الحرية السياسية بالعدالة الاجتماعية والعدالة والتنمية الاقتصادية. التغيير ما يجيش بالعنف، ما يجيش بالفوضى، ما يجيش بالانقلابات. التغيير يجي بالعمل السياسي السلمي، يجي بالحجة، بالإقناع، يجي بالتسجيل في الانتخابات، يجي بحث المواطنين من حولنا باش يسجلوا أسمائهم للانتخابات، ثم المشاركة فيها، ثم التصويت فيها، وتشجيع عائلاتنا وأصدقائنا باش هم أيضا يصوتوا ويختاروا الخيار الأصلح للوطن وللشعب. لأنه البديل الآخر غير المشاركة في الانتخابات وغير التصويت بكثافة أنه نخلوا الساحة فاضية لرجال الأعمال اللي يحبوا يستمروا هم يتحكموا في الحكم وفي الحكام وفي الوزراء، أو ربما لبعض الناس اللي عندهم أطماع لدى دول أجنبية عربية أو أوروبية أو غيرها، أو اللي أولئك الذين يشترون الصوت نهار الانتخابات ب20 دينار ولا باكو دخان وحكة ماطم وطرف شوكوتون. لذلك يا إخوتي وأخواتي التوانسة اللي تسمعوا فيها، أكرر لكم، إذا أنتم لمستم فيه الصدق وشفتوا كلامي هذا معقول وينفع تونس، وشفتوا المواقف اللي أنا خذيتها من اللي نجحت الثورة إلى اليوم، معناها جديرة بثقتكم وجديرة بتصديقكم، وإذا شفتوا المنهج اللي أنا طرحته عليكم هذا ينفع كل واحد فيكم، ينفع أولادكم وأحفادكم، يعني يخدمكم أنتم مش يخدمني أنا. إذا شفتوا فيه مصلحتكم أنتم مش مصلحة الأجمع الحامدي، فإنني أدعوكم إلى أن تكافحوا معي من أجل تحقيقه. يد وحدها ما تصفقش، لكن إذا اتحدنا في اتحادنا قوة كبيرة. نتحدوا ونضحوا الناس الكل من أجل العدالة الاجتماعية والجبائية والدولة العادلة في تونس، ومع بعضنا بتوفيق الله عز وجل بعونه وتأييده أنا متأكد أننا قادرين نصنع المعجزات في تونس. من فضلكم اعملوا جيم تحت الكلمة هذه المنشورة في صفحتي في فيسبوك إذا كلامي أقنعكم وأفعالي ومواقفي في السنوات الماضية أقنعتكم، وإذا نويتوا وقررتوا أنكم تكافحوا معايا بالمنهج اللي شرحته ليكم واللي اقترحته عليكم باش نصلحوا الأوضاع في بلادنا وننجحوا ثورة 17 ديسمبر ونحققوا الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العادلة، يكون عندنا حق الناس في التشغيل، حق الناس في خدمة صحية محترمة وفي تعليم يخرج لنا أولادنا بأحسن مستوى ويأهلهم باش ينافسوا في العالم. منهج باش تسلك بلادنا طريق التنمية والتقدم كما سويسرا، كما كوريا الجنوبية، كما فنلندا، كما برشا دول أخرى. شكرا على إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.